انا عايز اقول حاجه. العلاقه دي ما عادش تنفع. ساعه ما اتقابلنا وانا الطرف الاكثر حماسا، على طول بتلاقيني بجري عليك. انت اول حاجه بتيجي في بالي. في نفس الوقت انا بتاذي جدا. يمكن بفكر كان حياتي كانت هتبقى احسن من غيرك. العلاقه دي توكسيك جدا. احنا لازم نسيب بعض. ساكت ليه؟ مش بترد. في اسباب كتير تخلينا نحب الموبايل بتاعنا. كاميرا بنفتح منه السوشيال ميديا، او حتى منبه بنستخدمه في كل حاجه تقريبا، حتى لو كنت في موقف محرج فبتطلعه تبص فيه. كاثرين برايس في كتابها كيف تقطع علاقاتك بهاتفك بتقول المشكله اننا بنستعمله بشكل قهري. اول ما بتسمع اشعار بتفتحه، بتخرج من ابلكيشن للتاني، من صفحه للتانيه بتشتيت كبير. كمان بننسحل فيه من غير ما نحس بالوقت. وكون السلوكيات دي عامه بشكل كبير ده ما يمنعش من ضررها. والله التليفون متصمم بطريقه تخلينا ندمنه وما نزهقش منه. لو فاتح فيسبوك وبقلب لحد ما زهقت هعمل ريفرش والاقي حاجات جديده، او افتح انستجرام او اي ابلكيشن تاني، وكل ده بيفرز دوبامين فبنحب نستعمل التليفون تاني. بس استخدام التليفون مش مرتبط بالمحتوى نفسه، هو مرتبط بانك بتشوف حاجه جديده كل شويه، وده طبعا بيأثر على دماغنا في كذا حاجه. اولهم التشتيت. مع كل اشعار تركيزك بيتقطع، وده بيخلي انك ترجع تكمل اللي بتعمله اصعب، وبيقلل من الابداع وضعف الذاكره، خصوصا لو في اعتماد كبير على تسجيل الملاحظات. والدوبامين اللي مخنا بيفرزه بسبب الموبايل بيخلي استمتاعنا بالانشطه العاديه اقل. وفي نفس الوقت الموبايل اللي خلانا على تواصل دايم مع الناس بيقلل من جوده تفاعلاتنا الحقيقيه. جرب كده لو انت قاعد في مطعم، بص شوف كام واحد فاتح تليفونه، ده غير تاثيره على النوم وانه بيسبب ارق ومشاكل صحه نفسيه. كاثرين في الكتاب قايله خطه ما تخرش الميه، 30 يوم عن ازاي تقلل استخدامك للموبايل. في الاول لازم تعمل تقييم عشان تشوف انت بتستهلك الموبايل قد ايه. بعدها في الاسبوع الاول بتلاحظ عاداتك اليوميه وبتسجل امتى بتستخدم التليفون عشان يبقى عندك وعي اكبر. الاسبوع الثاني عباره عن التنظيم والتحكم. بدل ما استخدم التليفون بشكل عشوائي، لا، احدد اوقات ان انا استخدم فيها التليفون، زي ممنوع تستخدم الموبايل وانت لسه صاحي او قبل ما تنام. الاسبوع الثالث تركز على بدائل افضل من التليفون، زي ان انت تقرا او تتفاعل مع الناس حواليك او تتعلم مهاره جديده. وفي الاسبوع الرابع تقيم انت وصلت لفين واستهلاكك للتليفون بقى قد ايه. وكاثرين في الكتاب قايله الكلام ده خطوه خطوه كل يوم لو حابب تقراه. في الختام احنا مش بنهتم باراء الناس، ابسولوتلي، احنا بنطلبها. بننشر صور وحاجات تخلي الناس تشوف قد ايه احنا روشين. بعدها لما بنلاقي اشعار بنفتح بهوس نشوف لو الناس متفقه مع اللي بننزله. الحق شوف انا جبت كام لايك، او شوف الكومنتات دي دليل على الكلام ده. تخيل فيسبوك من غير تعليقات ولا لايكات، والناس بتشوف في صمت ومحدش بيقولك حاجه. ايه رايك كده؟ وبالرغم من ده بننسى ان الناس التانية بتنزل برضه عشان يبانوا روشين، بغض النظر عن بوستات الصياح اللي بننزلها ايام الامتحانات. جمع الكلام ده كله في بعضه وهتلاقي ان ربط الوقت الكتير على السوشيال ميديا بالاكتئاب وقله الثقه في النفس حاجه منطقيه. والفكره اننا بنختار نعيش ده عن قصد. حياتك هي ما تولي انتباهك له. وبس كده، ده كان بريف في رغيف لكتاب كيف تقطع علاقاتك بهاتفك. خليني افكرك، لو حابب تعرف ترشيحات كتب اكتر وايه الكتب اللي بتحضر لها بريف من قبل ما تنزل، روح على الانستجرام هتلاقي اللينك في البوست. اشوفكم على خير.